قبل سقوط نظام الأسد، إعلام نظام الأسد وإعلام المعارضة كانوا بيختلفوا، يتراشقون بالاتهامات في الطعن في الوطنية، في الاستقواء بالخارج والأجنبي. هذلون بيستقووا بالتركي، وبشار الأسد بيستقوي بالإيراني والروسي. لكن الاثنين الإعلاميين، إعلام نظام الأسد وإعلام المعارضة بما فيهم الجولاني، كانوا بيتهموا قسد أنه تستقوي بالأمريكي وكذا. والآن أيضا ما زالت هذه الاسطوانة العطنة العفنة النتنة مستمرة فيما يتعلق بموضوع الاستقواء. لكن هم يمنون النفس أنه المقام الموجود فيه قسد يروح نظام الجولاني ويحتل ذلك المقام، مقام الدعم والشرعية، مقام الاحتفاء. حتى الآن الأمريكيين يريدون من نظام الشرع أن يكون جزءا في التحالف الدولي ضد الإرهاب، اللي قسد موجودة في هذا التحالف منذ سنوات، وأثبتت يعني نفسها ووزنها ودورها عسكريا وسياسيا. نظام الجولاني الآن يسعى جاهدا مستميتا بالمال الخليجي وبالدعم التركي واللوبي التركي واللوبي الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يحظى بما تحظى به قسد. يهاجم قسد الجولاني على منصات الإعلام السوري، ويهاجم قسد في الولايات المتحدة الأمريكية، وقسد حتى الآن لا ترد. قسد لا ترد يعني حتى الآن. وأنا في تقديري وهذا الرد أنا لا أعتبره عجزا، لا، خليه يحكي، خليه يفضفض شو اللي بقلبه. بيجي بيحكي عن اتفاقيات وغير ملتزمة وحريص كتير. هلا في شغلة، من فرط التكرار والتداول والضخ الإعلامي الأكذوبة بتصير حقيقة، الوهم بيصير حقيقة. فيما يتعلق باللامركزية، فيما يتعلق بالفيدرالية، والكلام المضلل الذي يصار إلى اشتراره ولوكه وضخه وتكراره وتدويره، صار وكأنه حقيقة. طبعا هو مش حقيقة، بس تعال أقنع هؤلاء ال 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 الجهل منهم والمتعمدين المستجهلين يعني، أو المتعمدين في الجهالة، أنه لا بالفعل ما يقوله أحمد الشرع صحيح، إن حظي منطقة شرق الفرات أو منطقة السويداء بحكم ذاتي أو بإقليم فيدرالي سيفتت الشرق الأوسط، تركيا والعراق. صاير عم يحكي وهو حريص على أمن واستقرار العراق أكثر من العراقيين. لك يا حبيبي، العراقيين اختاروا الفيدرالية. أنت لما كنت تكتل بالعراقيين وتبعت مفخخات بال2003 و4 و5 قبل ما تعتقل، العراقيين اتفقوا على الفيدرالية. أنت شو لك علاقة بأمن واستقرار العراق؟ أنت خليك بأمن واستقرار بلدك. وتركيا وضعها معروف، حريص على أمن استقرار وتركيا، يهدد قسد بالسيف التركي. لك هذا رئيس شرعي، هذا رئيس يحترم نفسه ويحترم بلده ويحترم شعبه. كيف فيني احترمه هذا البني آدم؟ هات اقنعوني انه انا لازم، يعني شوفوا لي في شيء ايجابي يستحق الاحترام. مش مشكلة، انا ساحترمه في ضمن هالاطار. بيصوروا ذهابه الى اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وكانه فتح مكة وكانه فتح القسطنطينية، لانه عديمين شرعية، لانه بدهم بأي شكل من الأشكال. وبيهللوا والله القوات الأمريكية انسحبت، القوات الأمريكية قللت وجودها، القوات الأمريكية قطعت المعونة على قسد. راجعوا
سلسلة الأخبار والتعاطي الإعلامي مع موضوع العلاقة بين قسد وواشنطن، راح تشوفوا يعني يمنوا النفس إنه الأمريكيين الآن يعني يشيلوا قسد ويحطوا الجولاني. إيه يا أخي الموضوع مش هيك. ولقائه بباتريوس هو أنه هذا كان قائد القوات الأمريكية في العراق لما كان الجولاني في السجن، أنه يعني بيعتبروها إنجاز. المسؤول الأمريكي عندما يبتعد عن الوظيفة وبيصير يعني مقال أو متقاعد، ما عاد له دور ووزن في صناعة القرار. يعني الموضوع مش في عالم عربي جنرال سابق يبقى مؤثرا وفاعلا في السلطة حتى وهو في بيته. يعني الموضوع مش هيك. يقعد مع جورج بوش، يقعد إن شاء الله يقعد مع مين؟ مع الرئيس الأمريكي الذي كان يحكم أمريكا وقت ذاك عندما كان الجولاني في السجون الأمريكية في العراق. شو يعتبروا توافه ويعني سفاسف الأمور إنجازات كونية، وطلع البدر علينا وفتح مكة واللي مثلك ما ولدته مرة نساء والله والله، وبيحلف ويقسم ستحاسب على هذا القسم يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وتقسم على أنه لم تنجب امرأة شخصا مثل هذا الجولاني. يعني على المقلب المعاكس، على المقلب السلبي، ويعني إذا كان يقصد السوء الإجرام، لا يعني النساء ولدنا مجرمين أكثر إجراما من الجولاني. لا، هذا كمان ظلم للجولاني. يعني في التاريخ الإجرام والإرهاب والتطرف في كتير أكثر إجراما وتطرفا من الجولاني. لكن بكل تأكيد قولا واحدا لا ثاني له أنه ما قاله ذلك الشيخ المسن، يعني الله يطول بعمره، يعني وإهانة لكل أمهات المسلمين ولكل نساء المسلمين ولكل زوجات النبي ولكل زوجات الأنبياء ولكل أمهات الأنبياء، قولا واحدا لا ثاني له. اسمحوا لي أن أزيدكم من الشعر بيتا، يعني في إطار المقاربات. الرئيس الإخواني المصري محمد مرسي الله يرحمه رحمة من عند الله، يعني وكان رئيس منتخب، ولم يأتي هكذا بانقلاب، كان رئيس منتخب. والحالة الطبيعية عندما يعني الرئيس المصري أطيح به، المجلس العسكري تولى الإدارة والجيش لم ينهض، المؤسسة العسكرية المهم أتى. وفي محمد مرسي في انتخابات رحبت بها كل الأطراف الدولية. في فترة حكمه لم توجه له دعوة رسمية لزيارة أمريكا. الآن يعني متى ما وجهت دعوة رسمية إلى أحمد الشرع وذهب إلى البيت الأبيض وأبرم اتفاقات، ووقت ذاك سنقول أن المال الخليجي أتى أكله. خلاص اشتروا الشرعية كاملة، الشرعية الأمريكية المشترات بالمال الخليجي. يعني الصفقة أنجزت تمام، لكن حتى الآن ما في هيك شيء كمان. أنا ما شفت، ربما اليوم ربما بكرة يحدث ذلك، هذا موضوع آخر، موضوع يعني أخذ ورد. حتى هي الشرعية أنا قلت وأكد عليها، هي شرعية مشترات بالمال. يعني لولا المال الخليجي أنتم بتتصوروا إنه أحمد الشرع يتمكن من ترتيب كل البرنامج تبعه، شركات العلاقات العامة المدفوع لها هي اللي بتنظم له كل هذه التفاصيل في الإعلام الأمريكي، وترتب له هيك أمور للترويج وللدعاية
يعني نظام دعاية وإعلام فيما يتعلق بالاقتصاد، الصفقات، الأموال، كله مادة دعائية، ظاهرة صوتية، ما في شيء حقيقي، ظاهرة صوتية فقط. المهم يعني الرئيس المصري، لا توجد هنالك مقارنة. صحيح أن اثنين من خندق واحد، الخندق الإسلام السياسي، لكن هذا محمد المرسي شرعيته أعلى بكثير، شرعيته انتخابات، كان رئيس شرعي، والمصريين طردوه وشالوه وخلعوه وحاكموه، الشعب المصري الكبير العظيم. يعني أما الشرع شو شرعيته؟ شرعيته حسن الدغيم وموسى العمر وقتيبة ياسين وأحمد كامل وهالكلاوات شو اسمها هي، قباني، اللي هاي ساعة ما بعرف شو، وهي الأوتيل اللي راح نشوف فيه الرئيس الشرع، وهاد لون الفلول، لك تطلعي 60 فلول يا بنت الفلول. فلول؟ ما أنت الفلول، وأنت النسخة البشعة من الفلول، مش حيا الله فلول كمان يعني. مهم الرئيس المصري الشرعي الإسلامي لم يدعى إلى بشكل رسمي، ولم يقم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الشرع كمان يعني الزيارة، الفيزا اللي أخذوها حسب ما قيل وروج وهي ليست فيزا دبلوماسية. خلي يبرزوا. أحمد الشرعي يقول: أنا أتيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي ودبلوماسي، وهذه فيزتي. يورجينا هو والشيباني. يعني هاي الأوهام وهاي الخرافات حالة النمزجة طلع البدر علينا والقصص، كلها حكي فاضي، حكي فاضي، لزوم التعبئة الإعلامية، وبدهم يعني إعلام ويسوقوا وبيعملوا مواد ومحتوى إعلامي ويضخوه. هذه ظاهرة صوتية إعلامية للدعاية والإعلان بس. شيء حقيقي عملي ممكن، حتى ولو حصل، أؤكد وأؤكد وأؤكد، فالشرعية المحصول عليها، حصاد الشرعية في الغرب، هو يعني نتيجة شغل وتأثير وأفاعيل المال الخليجي. ذكرت وأكرر، يعني أي دولة إفريقية الآن إذا صار فيها انقلاب عسكري وأجى قائد الانقلاب وأعلن نفسه وشكل حكومة وحكومة انتقالية ودستور مؤقت ومن كل السيناريو المعروف، الأمم المتحدة يعني إذا صار عندها نفس التظاهرة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعقد اجتماعاتها الدورية وبيروحوا بيحكوا، كل واحد بيخطب خطابه وبيعمل شوية لقاءات جانبية مع هذا الرئيس، مع هذا المسؤول، مع هذا الكذا كذا، هالتفاصيل هي. أي قائد انقلاب عسكري في دولة إفريقية أو في أمريكا اللاتينية فيه يحضر هذا هي المهرجان الدبلوماسي المفتوح لقادة ومسؤولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. عادي، مثله مثل الجولاني. أؤكد أنه حميدتي إذا كان رئيسا للسودان ومشكلا للحكومة فيه يروح. حميدتي اللي مثل أبو عمشة إذا كان رئيس سوريا بدلا من الجولاني لكان موجود الآن هنيك، وطلع لنا هذا اللي من حماه ويقول: والله اللي مثلك ما ولدته النساء، ايدك خفيفة على الدجاج والبط والوز، بيسرقوا الدجاج من عفرين وبيسرقوا البطات والوزات من السويدة. حرامية، نظام لصوص، ولكن خلاص يعني صار هو الواجهة، يعني واجهة الدولة. فالأمم الأمم المتحدة ستتعامل معه نفس تعاملها
مع أبو محمد الجولاني. وهذا تقييمي الشخصي أنه إزالة تنظيم جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية وكان تحسبا وتحوطا لهيك حالة. يعني لو بقيت هذه المنظمات، هذه التنظيمات مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية، ما بيعطوا أبو محمد الجولاني فيزا يعني، وإذا دخل بطريقة غير شرعية كمان بيمسكوه فورا لأنه هي جماعة إرهابية. لكن تحسبا لهيك مسائل، بعد استيلاء أبو محمد الجولاني على السلطة، فالأمريكيين قالوا لا، نشيله، لأنه هذا إذا إجا على اجتماعات الأمم المتحدة نحن ما فينا نقول لا، الآن هو مسؤول ومدعوم من دول خليجية معروفة، فنشيله. حتى إزالة أسماء أبو محمد الجولاني وصحابته الأفاضل الأجلاء يعني الأفاضل الأجلاء بين 7000 قوس وتحتهم 2000 خط، إزالة أسمائهم بالجملة والمفرع من لوائح المنظمات الإرهابية أيضا كان يعني مشترى بالمال الخليجي. ويعني مسألة إنه موضوع سياسي وقانوني محض واقتصادي، له عوائد اقتصادية كمان. يعني إذا أبقينا على أسماء هؤلاء بتنظيماتهم، بلحاهم، ببغنوجهم، بسلطاتهم، بإرهابهم، بجرائمهم على لوائح المنظمات الإرهابية، نحن ما عاد فينا نمنحهم فيزا سياحية أو فيزا عادية عدا عن استحالة منحهم فيزا دبلوماسية. تحوطا واستباقا لهيك مسائل شالوا أسماء من المنظمات الإرهابية. تحضرني هنا أيضا معلومة مشابهة، أنه عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني عندما غادر دمشق ووصل إلى روما عاصمة إيطاليا، كان في عليه دعوة بألمانيا على ما أعتقد، حكم يعني بحكم أنه هو رئيس منظمة إرهابية ومحكوم عليها. السلطات الألمانية فورا أسقطت الحق العام وأسقطت عنه هذه الدعوة، لأنه إذا إجا على مطارات ألمانيا بباسبورت مزيف أو بطريقة ما، برا جوا بحرا، فالسلطات الألمانية ستعتقله وستحاكمه وسيبقى على الأراضي الألمانية، ويعني وراح يصير أزمة دبلوماسية قانونية وتعقيدات الألمان بغنى عنها. فأسقطوا عنه تلك الدعوة مشان إذا دخل فورا يطردوه أو يمنعوا طيارته أو سيارته، أنه إطلاقا أنت ما فيك تعبر الأراضي الألمانية. فلكي تكون السلطات في حل من أي تبعات قانونية وسياسية، أسقطوا عنه الحكم القضائي الذي يقضي باعتقاله أينما كان، بحكم أنه كان مجرم على الأراضي الألمانية. مين؟ عبد الله أوجلان. هيك قضايا إسقاط دعاوى قضائية أو رفع، يعني ما كان في دعوى قضائية على أبو محمد الجولاني لدى السلطات الأمريكية، لكن كان مصنف على لائحة التنظيمات الإرهابية، فشالوه يعني تحسبا لسد الذرائع أو من باب سد الذرائع من القصص هي كلها. وإلا لو كان هو مدرج حتى الآن على تلك اللوائح لما كنت شفتوا أبو محمد الجولاني يروح يشحد شوية شرعية في واشنطن مش في دمشق، في واشنطن مش في القامشلي، في واشنطن مش في اللاذقية وطرطوس، في واشنطن مش في السويدة وباقي المناطق السورية. أعتقد أنه حصيلة هذا الكلام تتوضح لي ولكم أيضا يعني الكثير من جوانب خرافة الشرعية أو أوهام الشرعية المشترات
بالمال الخليجي التي يتغنى بها أنصار أبو محمد الجولاني، فليتغنوا ويدبكوا ويرقصوا، والطبل والزمر والقصص هاي كلياتها لازم تكون موجودة يعني من أعراض هاي الحالة، لأنه اعتدنا عليها. نحن كسوريين اعتدنا على الكولكة والبندقة واللند الحرام والانقلابات هاي، الانقلابات الفورية يعني اعتدنا عليها. من لما القبضايات اللي في دمشق، تجار دمشق جروا عربة جنرال جورو، من ذلك الحين وحتى الآن، حتى هذه اللحظة، التطبيل والتزمير اللي صار لي. أنا بعرف إنه حمزة مصطفى كان شديد الانتقاد لهذه الفصائل، عنده مقالات وبحوث دراسات. الورقة النقدية التي قرأها وقت ذاك في 2018، وأنا أؤكد وأكرر أنه المركز العربي لدراسة السياسات وقت ذاك عندما نظم ذلك الملتقى من ألفه إلى يائه كان مراجعة نقدية للإسلام السياسي وتفصيلات الإسلام السياسي، وكان حمزة مصطفى مشاركا بورقة نقدية مهمة وجميلة ولاذعة وقت ذاك. الآن الموضوع آخر، شيء آخر، مسألة أخرى، مش قناعات يعني موضوع مصالح. أنا بعرف يعني غسان ياسين قبل ما يساوي معي البودكاست تبعه أوراق، التقينا مرتين أو ثلاثة يعني قبل التسجيل. الكلام الذي يعني صحيح المجالس أسرار، لكن بشكل عام الهيئة على الائتلاف، على الجيش الوطني، على كل هاي التراكيب المعارضة والقصص هاي كلياتها، على الإخوان، على ما بعرف شو، نفس. أنا هي أقولها أمام الله، والله على ما أقوله شهيد. نفس غسان ياسين كان شديد النقد وعدم الرضا. في اسطنبول نحن التقينا وحكينا يعني في هذا الإطار. أنا ما كنت رضيان عن قسد، هو ما كان رضيان عن عن الهيئة والإخوان والائتلاف والقصص والمعارضة كلها أبدا. وكنا يعني نشترك في هالنقطة، في هالحيز النقدي هذا، يعني أنتقد الحالة الكردية وتحديدا قسد، وينتقد الحالة العربية السنية والمعارضة والتشكيلات هي كلياتها. وأنا بقيت على معارضتي لقسد، لكنه الآن في مقام آخر، هو مقام موسى العمر ومقام قتيبة ياسين ومقام كل هؤلاء اللي بيطبلوا بيزمروا لهذه السلطة. فليبقوا، لكل امرئ ما هوى وما نوى وما سعى إليه، والمقام اللي بيشوفه مناسب لنفسه. أنا للأمانة عم أقول يعني للأمانة إنه كيف تنقلب الأمور، يعني كيف تنقلب المسائل. وأنا ما شفت، يعني أنا ما عندي هالوقت الزيادة لحتى أشوف تخرصات وتخبطات مهند القاطع وبيحكي يعني عن الوجود الكردي يعني بمنتهى السخافة. يعني يرجع بس للأرشيف العثماني، بس للأرشيف 200 سنة الأخرانية من الأرشيف العثماني، واحد هيك بإمكانه ينفض نفض. طبعا غسان ياسين، يلا هذا موضوع آخر فينا نحكي في مناسبة أخرى. طولت عليكم، أكتفي بهذا القدر. دمتم بألف خير.